السلام عليكم. إيه الاخبار طلابي وطالبات الغاليين، عاملين ايه؟ اتمنى يكون والله امتحنتوا الامتحان الشامل اللي فات بتاع الفصل الاول، ويعني امتحان مستواه حلو. في ناس بتقول الاسئله مستواها مش صعبه، عايز اقول لك ابشر، دي حاجه كويسه. الاسئله دي انا جايبها من كتاب اتنين تلاتة. هو اسئله قليله بس مجمعها تجميع منقاه، وفي سؤال منهم من امتحان وزاره سابق، وفي سؤال منهم من بنك المعرفه. ياه، شفت؟ فانك تقول الامتحان ده مستوى حلو اذا انت شديت حالك معايا وركزت، وده حاجه كويسه يعني، ان انت مستواك عالي معايا. تمام، دي تنبيه على الامتحان اللي فات. والناس اللي جاتش حاجه كويسه معلش عادي، مش مشكله، هو الامتحان اصلا كان مستوى عالي حبه، يعني حبه مش كتير. النهارده بدايه الفصل الثاني، اول محاضره في الفصل الثاني، وان شاء الله هنمشي مستوى اعلى شويه الشهر ده عشان خاطر نخلص بدري، او نخلص كميه كبيره بدري. تمام تمام يا سيدي. مبدئيا بس زي ما احنا متعودين، آية الكرسي، سورة الإخلاص، المعوذتين، ويتفضل ابدأ. يلا بسم الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بسم الله. مبدئيا بس عايز اديك تنبيه صغير. اللي هيحضر المحاضرة دي في الفصل التاني ويقول انا ابدأ على نظافة من الفصل التاني، وانت دخلت الاولاني، انا بصراحة ما اخدتش الفصل الاولاني، بس انا هبدأ هو جديد، ده فصل، ده لا غلط. كان ده امتى؟ كان ده لما اوصل مثلا للاحساس، مش عارف لما اوصل لفين. ادي وراثه بالجزمه، اما دي وراثه كلها مرتبطه ببعض، يعني الفصل الاول بالتاني بالتالت كله اسمه باب الوراثه. فانت الفصل الاول يكون انا ليه شرحته لك، حلينا عليه، امتحنا عليه، عشان خاطر ما تدخل الفصل التاني انت الفصل الاولاني في جيبك، وده هيساعدك في الفصل التاني. فلو ما ذاكرتش التاني، لا روح ذاكر الاولاني. تمام، حتى على الاقل ذاكر فيديوهات الشرح. يلا بسم الله بسم الله. افتكر معايا بس حاجه كده، زمان زمان زمان، ده مش زمان قوي يعني، كان يقول لك ايه؟ كان يقول لك والله فاكر لما انا كان عندي ازهار قرمزيه. انا فاكر لما كان عندي ازهار قرمزي، كنت بجوزها على ازهار بيضه. صح، كان عندي ازهار بيضه ابيض، والقرمزي ده كان هو اللون السائد. فكنا نقول ار كابيتال، ار كابيتال. بعدين كنا نقول الابيض لا، ده المتنحي، ار سمول، ار سمول. بعدين كنت اقول لك ده كان بي واحد، هات لي بعد اذنك الجاميتات، فكنت تجيب لي هنا ار سمول، هنا ار كابيتال. اقول لك بعد اذنك هات لي الجيل الاول، فتقول لي ايه؟ تقول لي الجيل الاول، والله دول هجوزهم كده لبعض فهيدوني ار كابيتال ار سمول. كلام حلو. اقول لك طب ايه الشكل اللي قدامي دي؟ هتقول لي والله ده ايه ده احمر، والاحمر ده هو صفة، ده السائد يا باشا. ده ايه؟ ده السائد. ده السائد. تقولي ده السائد. طب اقول لك وبعدين يعني تقول لي ان ده ار كابيتال ار سمول، ولكن ار كابيتال هي التي تسود على الار سمول، يعني هي بتبان، هي اللي بتظهر، هي الباشا، هي الحكومه. هي الار كابيتال واقفه تقول انا الحكومه حرفيا. تمام. فده هيكون ايه؟ ده هيكون احمر برضو، ده هيكون اسف قرمزي. اذا ده قرمزي. طب ده قرمزي ايه؟ هتقولي ده قرمزي هجين. اقول لك والله كلام حلو. تقول لي خلي بالك منطقي، ليه؟ هو الاب قرمزي والام ابيض، فهو طلع حاجه بين البنين يعني. تمام، وطلع زي ابوه، ما يضرش. وهنا كان 100% دي صفه سائده قرمزي، اذا ده 100% كان هيكون سائد. بس خلاص. ايه ده خلصنا؟ لا مش خلصنا، بس انا بفكرك بالدرس اللي فات. اجي اقول لك هنا، مش هنا كان بيقول الاركبه بتقول انا الحكومه، عامله في احمد السقا في الفيلم انا الحكومه. هنا محدش يقول انا حكومه، مفيش حكومه خالص هنا. من النهارده مفيش حكومه. منين من النهارده؟ ليه؟ لو من النهارده لو هنا او حد يا جماعه يقص دي، لا انا اروح في مشكله، الحكومه ماليه البلد. ربنا يستر. انا فاهمكم انا، ماشي يلا. فالمهم ايه؟ هندي ايه؟ هندي والله اب في صفه معينه، او حد في صفه معينه، مثلا احمر هيتجوز حد زهرة حمراء، هتتجوز زهرة بيضة، هيديني زهرة. هنا قرمزي اتجوز ابيض، ده قرمزي بس قرمزي هجين يعني زي ابوه. لا هيديني في الاول
لون مختلف خالص، ده احمر ده ابيض، هيديني قرنفلي مثلا، لون القرنفلي. ايه ده لون مختلف، كاني ازرق اتجوز اخضر، فازرق اتجوز اخضر فادوني احمر. ايه ده ازاي؟ اقول لك هي كده. يعني ايه؟ يعني مين فيهم؟ طب الكابيتال. اقول لك ما في حاجه حلوه الملحوظه بتاعتنا. بيقول لك ايه في الملحوظه ثانيه؟ هو السن بتاعه، ايوه نوت 1، ان كل حرف هنا عندك كابيتال. ليه كلهم كابيتال؟ اقول لك كلهم كابيتال لان هنا زي ما قلت لك من النهارده ما فيش حكومه، يعني مفيش حد سائد على الثاني. يعني احنا قلنا دي سائده دي بتسود فدي كابيتال، دي متنحيه فدي سمول. لا هنا ما فيش حد احسن من الثاني، مفيش حد هو اللي هيسيطر على الثاني. عارف ليه؟ طب لو الاحمر هو اللي بيسيطر كان هيطلع اللون هنا احمر. لا لو الابيض هو اللي بيسيطر كان هيطلع هنا ابيض. اما هنا احمر اتجوز ابيض طلع قرنفلي، اذا ما حد بيسيطر. مش فاهم قوي مع بعض، وهنعيد ونزيد. خلي بالك الدرس ده هيشرح لك ان شاء الله في الاسبوع ده، بس هنزل لك على اكتر من فيديو عشان تفهم من حته تهضمها تستوعبها، تدخل الحته اللي بعديها تفهمها تهضمها، الحته اللي بعديها تفهمها تستوعبها، تمسك بعد كده فيديو الحل يربط لك كل حاجه ببعض، هتلاقي نفسك ان شاء الله ده بقى في جيبك سهل خالص. طب هو ده حصل ازاي؟ حصل عن طريق حاجه اسمها تداخل مين بالظبط؟ تداخل فاعل الجينات. وده عنوان المحاضره اللي هو ايه؟ اللي هو تداخل فاعل الجينات. تقولي والله الكلام ده العسل، قال لك انت العسل. المهم ايه اللي بيحصل في تداخل فعل الجينات؟ والله اقول لك على حاجه، بس انت عندك الصفات اللي فاتت دي كان عملها مين؟ عملها عمو مندل، فاسمها صفات مندليه ليها علاقه بعمو مندل. تمام، بعد اذنك نعمل زوم ونعيش انا وانت في الورقه براحتنا. تقول لي طب تمام، اقول لك في صفات تانية تمت السياده. لا اسف، الصفات اللي فاتت دي اسمها تمت السياده. يعني تمت السياده يعني في حاجه، يعني دي الار كابيتال تسود على الار سمول فاسمها دي سائده عليها، فاللون ده هو اللي يظهر، اسمها تام السياده. ماشي. اقول لك لا في صفات تانية فيها انعدام يعني ما فيش سياده خالص. يعني ايه؟ يعني تبع عمو مندل؟ لا مش تبع عمو مندل. اذا احنا لقينا ان في صفات تانية او في العلماء هم ماشيين بقاعده مندل، تمام يلا كده ماشيين مع عمو مندل، بس احنا ماشيين فجاه لقينا ان في صفات تانية، احمر يتجوز ابيض يديني قرنفلي، اخضر مش عارف يتجوز ازرق يدينا اصفر. ايه ده ايه يا حاج مندل بعد اذنك ايه اللي حصل ده؟ يقول لك والله ايه الكلام ده بره القاعده بتاعتي. ايه بره القاعده؟ بس اذا دي صفات لا مندليه مش تبع عمو مندل. لا وبلاش عمو خلاص، بعد ايه؟ بعد ما فشل في الحته دي بس بلاش عمو مش هنحترمه، صفات لا مندليه بس، ومندل حاف كده وان كان عاجبك. خلاص بالراحه. طب هتضربه ولا مش هضربه؟ ما اقدرش عليه. فهي صفات لا مندليه. تمام. بعدين يقول لك ايه؟ والله يقول لك صفات لا مندليه دي مالها؟ تقول له ان دي صفات فيها انعدام سياده. ماشي. وهي صفات بتظهر فين؟ بتظهر بفعل حاجه اسمها تداخل فعل الجينات. انا حد مش فاهم الجمله دي، هتفهمها مع بعض دينا. بس يقول لك ان تداخل فعل الجينات ده عباره عن 3 حاجات: انعدام سياده، جينات متكامله، جينات مميته. انا انعدام سياده بصراحه يا دكتور بدات استوعبها شويه، انا كلمه انعدام سياده مش غريبه عليا، اما جينات متكامله وجينات مميته هناخد دي لوحديها، هناخد دي كلها وهناخد دي كلها. بس عايز اقول لك على حاجه، ان انعدام السياده عندك ايه امثله؟ عندك والله زي يعني لون اظهر في نبات كده معين اسمه نبات شاب الليل. معلش انا اسف، هو اللي اسمه كده، انا عامل له ايه؟ انا مالي عشان ما حدش شاب الليل عادي يعني. نبات شاب الليل ده والله اللي هو في الصفحه المعينه دي ده مثال. وفي مثال تاني اللي هو مثال فصائل الدم. وهنا بيتكلم معاك على تورث فصيلة الدم اللي هو AB. ايه ال AB؟ مش فاهم. انت فاهم شيء بالليل؟ لا برضه مش فاهم. فانا اشرحها مع بعض. هناخد دي لوحديها وبعد كده ناخد دي لوحديها وبعد كده نمسك الجينات المتكامله وبعد كده نمسك الجينات المميته. ماشي. طب الجينات المتكامله بيتكلم ايه فيها؟ بيتكلم فيها عن حاجه اسمها هيورث صفه لون الازهار بس في نبات بسله الزهور. نبات بسله الزهور اديك عرفتها. طب الجينات المميته دي فيها حاجتين والله، فيها حاجه سائده وفيها حاجه متنحيه. اجي اقول لك ان السائده دي زي جين لون الشعر مثلا اصفر في الفئران وهتدرسه، وزي سلالة البولدوج، سلالة اسمها سلالة البولدوج اللي هي في الأفكار. ماشي.
والمتنحية زي ايه؟ متنحية زي جين غياب الكلوروفيل اللي في نبات الذرة، وزي جين العته الطفولي في الإنسان. الصراحة أنا مش فاهم ولا كلمة. ما أنا عايز أقول لك الصراحة أنا مش شرحتش ولا كلمة، ده كله أنا بس أنا إيه أنت عارف أنا بعمل إيه حاليا؟ أنا أنا شفتك أنت، بعد إذنك أدي دماغك تمام، بعد إذنك كنت تفتحي دماغك فأنا بفتح دماغك، فتحت دماغك، برمي جوه دماغك كلام، برمي جوه دماغك كلام 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 انت فاهم؟ انت مش فاهم بس هو كلام داخل، كلام كلام. بعدين انت في دماغك انا حاليا برمي كلام وانا مش عاوزك تفهمه، انا عاوزك بس ايه تسمعه بس. بعدين ابدا انا هرتب لك الكلام ده كله، فانت تحس فجاه ان دماغك اتظبطت خالص، بقت زي دماغ مين؟ عمو مندل، شطوره كده تمام. اجي اقول لك طب هنبدا بانعدام السياده، يعني مفيش حد احسن من التاني، يعني مفيش حد هيسود على التاني. يعني ايه يعني انعدام السياده؟ من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه. اهدى اهدى، انا اتعصبت فهو اتعصب زيي. من النهارده مفيش حكومه تمام. تكون النسبه في الجيل الاول وفي الجيل التاني. والله انا فاكر ان عمو مندل لما كان، هات لي الورقه. عمو مندل في الاول لما كان يطلع معايا سائد بنسبه 100% في الجيل الاول. اقول لك صح، برافو. وفي الجيل التاني كان ليها نسبه معينه تمام. طب هنا في الجيل الاول، لا هنا والله بيقول لك في الجيل الاول بتاع بالنسبه لعمو مندل ايه اللي بيحصل؟ بتكون 100% صفة جديدة لسه ظاهرة طازة، صفة لسه جديدة، لسه على الزيرو، صفة جديدة. تقول لي حلو. اقول لك من الناحية التانية هيكون ايه؟ بنسبة 1:2:1. واحد دي اللي هي صفة الأب، واحد دي صفة الأم، ودي صفة، ودول صفة جديدة اللي هي الصفة دي صفة جديدة في الجيل التاني. والله كلام رائع بس أنا مش فاهم حاجة خالص. أقول لك دلوقتي احنا شرحنا حتة صغيرة تمام. تعالى كده مع بعض بس ناخد نروح على الكتاب. انا كنت هدخل اشرح لك اول حاجه نبات شاب الليل، بس تعالى كده معايا على الملخص. افتح الملخص بتاعك. انا اسف انا معايا نسخه على التابلت PDF، مش عارف هي كويسه يعني ولا لا، هشوفها واشغلها معاكم وانت خليك معاك الكتاب بتاعك تمام. ونبدا نقرا الكلام وهنا هتبدا تفهم كويس خالص. يلا بص يا سيدي، تعالى كده احنا خلاص كتبنا الكلام ككتابه. تعالى بس نشوف الموضوع ده بس كشرح. يعني ايه؟ هفتح معاك الملخص، بس انا الملخص اللي معايا نسخه 2023 يعني. والله الكلام يعني هيحصل ايه؟ المنهج هيتغير؟ لا مش هيتغير. افتح معايا الملخص بتاعك وبعدين امشي معايا كلمه كلمه واحده واحده. يلا بسم الله. بص يا سيدي بيقول لك هنا ايه عنوان الدرس؟ بيقول لك ايه فيه؟ تداخل فعل الجينات. ماشي، ده عنوان الدرس. بس كان نكبر الخط بتاعنا. حلو. ايه اللي بيحصل؟ تعالى كده نشوف بس. علمنا مما سبق، علمنا ايه احنا؟ بيقول لك الصفات التي ينطبق عليها قانون مندل اسمها صفات مندليه. حماده هلال خالص معروفه تمام. ليه مندليه؟ عشان عمو مندل ادانا قانون. يعني بصوا يا جماعه، لما يكون قرمزي وابيض مثلا، ففي الجيل الاول هيطلع لك 100% سائل، والجيل التاني مش هيطلع لك كام. ولما تجوز كذا، ادانا شويه قوانين محترمه. قانون مندل الاول، قانون عمو مندل الاول وقانون عمو مندل التاني. احنا ماشيين كده مع عمو مندل، شفنا حركه وراثه غريبه حصلانه بس مش بالقوانين بتاعتك يا عم مندل. ايه الحل؟ اذا في مشكله. ايه المشكله؟ المشكله اللي حصلت ان في صفات ظهرت جديده ملهاش علاقه بمندل. يعني ايه؟ بص بيقول لك ايه. ماشي. ولون شكل البذور ده كان معايا، لكن بالاستمرار الملاحظه احنا قعدنا نلاحظ واجراء التجارب على نباتات وحيوانات اخرى، تبين للعلماء ان، ابدأ من اول، ان بعض الصفات لا تورث وفقا لقوانين مندل، فسموها صفات لا مندلية. ودي منها حالات يتأثر ظهور الصفات الوراثية بحاجة معينة. طب هي لا مندلية يعني ملهاش علاقة بقوانين عمو مندل. طب ليها علاقة بقوانين مين؟ ليها علاقة بقوانين تانية خالص اسمها قوانين تداخل فعل الجينات. ركز في الكلمة تمام. بعدين بيقول لك ايه؟ طب ايه القوانين بتاعت تداخل فعل الجينات؟ ابدأ معايا. بسم الله. بص هنا بيقول لك ايه. بيقول لك وسوف ندرس بعض هذه الحالات الوراثية التي يوضحها المخطط التالي. ماشي. عندك رقم 1 حاجة اسمها انعدام السيادة. قلناها بس احنا بنقرا. ماشي تمام. انعدام السيادة. ماله انعدام السيادة؟ بيقول لك عندك انعدام السيادة، عندك حاجة اسمها الجينات المتكاملة، وعندك حاجة اسمها الجينات المميتة. حلو تمام. بصوا قولوا لي بس ايه رأيكم في الصوت؟ يعني الصوت
كلام واضح في لغوشه. انا لسه ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله هشتري مايك كويس. في مايك سالت عليه وكده، هجيبه كده هيكون شكله شيك رقم واحد او رقم اتنين، وهيكون صوته احسن يعني، او هيحسن الصوت بدل ما ازعق كده وعلي صوت عشان الكاميرا. إيه، في حاجه اسمها جينات متكامله، في جينات مميته. ماشي. بيقول لك يا سيدي ان انعدام السياده اللي حصل هنا، بيقول لك زي مين؟ والله ده زي صفه لون الازهار في نبات شاب بالليل. ماشي. قلت لك انا مش انا اللي سميته كده، فهو اسمه كده. وتوارث فصائل الدم، ودي هنستفيد فيها. فصائل الدم دي احتمال تكون في فيديو لوحديها، لان فيها كلام محترم وحلو خالص، بس يعني سهل مش صعب. وفصائل الدم ماشي. وعندك زي وراثة فصيلة الدم اي بي. تمام. طب معنى الكلام ده بسرعة، اجي اقول لك بص كده على السريع يعني، خد كده المعلومة دي. يقول لك مثلا لو انا عندي اي كابيتال او، مفيش كابيتال، كله كابيتال خلاص. اي كابيتال او، و اي سمول واسف، وبي كابيتال او برضه، بي او يعني، وبي او. هات لي الامشاج. هتقول لي الامشاج يا سيدي سهله، اي او بي او. تمام تمام تمام. جوزهم لي. هيطلع لك من ضمن الجوازه بتاعتك دي، هيطلع لك ايه؟ والله بص، هيطلع لك اي كابيتال بي كابيتال. امسك دي حاجه. وهيطلع لك ايه تاني؟ بعدين سهله خالص، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك اي كابيتال او، بعدين هيطلع لك بي او، بعدين هيطلع لك او او. ماشي. بص كده معايا في دي ايه دي؟ دي صفة جديدة ظهرت. اذا ايه لما اتعامل مع بي اداني ايه بي، صفة جديدة ظهرت. فهي دي الصفات اللي بنتكلم عليها تبع يعني، اللي مش تبع مومندل، اللي مش تبعه. اوكي. طب انا بصراحة اكذبش عليك، انا مش فاهم ايه بي وايه الكلام ده. ولا دي حاجة في فصائل الدم. طب احنا خدنا فصائل الدم؟ لا لسه. بس انا بديك، انا زي ما قلت لك انا بعمل ايه، انا بفتح دماغك. انا بص بفتح دماغك، ودي كلام ودي كلام ودي كلام ودي كلام، وبعدين ابدا ادي كلام. يعني الكلام مثلا هديهولك، هناخده قدام شويه، فهديك كلام بعدين نبدا نرتب الكلام واحده واحده، في الكلام يتسيستم في المخ، فالموضوع يكون شكله كويس. ماشي. ولما نيجي نحل الكلام هيكون في جيبك حرفيا. ماشي بفضل الله يعني. طب الجينات المتكامله زي مين؟ والله زي توارث صفه لون العيون، للاسف لون الازهار في نبات بسله الزهور، لون الازهار. طب والمميتة فيها نوعين، فيها سائدة وفيها متنحية. السائدة زي مين؟ زي لون الشعر بتاع الفيران بس يكون لونه أصفر. تمام. أو سلالة البولدوج في الأبقار. ماشي. والمتنحية زي المتنحية زي جين غياب الكلوروفيل في نبات الذرة. معلش هو ايه الكلوروفيل ده أصلا؟ أجي أقول لك أدي الوردة الحلوة بتاعتنا، سيبك من الزور اللي هو بيتكلم عليها. أدي يا سيدي الوردة الحلوة بتاعتنا، ودي وردة مش حلوة. تمام. احنا خلاص، أنا عايز لون أسود أنا. ادي اللون الاسود، ادي يا سيدي كده، ادي الورده اللي احنا بنتكلم عليها. تمام. يقول لك ثانيه، هي الورده دي ايه لونها؟ اقول لك الورده دي بصراحه لونها اصلا اخضر. تقول لي صح. اقول لك ليه؟ اقول لك ايوه. تعالي. اقول لك ايوه اخضر صح. تقول لي طب هي ليه اخضر؟ اقول لك اصلا لو انت دخلت جوه الورقه دي وفتحتها، هتلاقي جواها كده حاجه زي البيت. البيت ده فيه شويه دواير. ماشي. حاجه جواها اسمها بلاستيده خضراء. طب دي ايه وظيفتها؟ والله وظيفتها، مش انا قلت لك النبات بياخد شمس، تمام، بياخد ميه، وبياخد حاجات تانية زي ثاني اكسيد الكربون مثلا، وبعد كده بيعمل الغذاء بتاعه والاكل بتاعه اللي هو مين؟ اللي هو الجلوكوز، من الجلوكوز مثلا. تمام. اجي اقول لك في حاجه وظيفتها صبغه، زي الصبغه اسمها كلوروفيل. تاني كلوروفيل. تالت كلوروفيل. انا كاتبها باللون اسود، انا غلط. هي ليه؟ هي تتكتب باللون اخضر المفروض. تمام. تقولي دي بتدي النبات لونه الاخضر، بتديله صبغه خضراء. صح تمام. يعني ثانيه، لو النبات ما فيهوش الصبغه دي، يعني النبات ما فيهوش الكلوروفيل، مش هيكون اخضر. خلصت. تمام. فانت هتاخد لما يحصل غياب للكلوروفيل هيحصل ايه؟ هنشوف. والجين العته الطفولي في الانسان، ده كله هنتكلم عليه. ابدا بس معايا بعد اذنك، هنبدا واحده واحده. هنبدا مع بعض كده في انعدام السياده، وهنبدا ناخد صفه لون الازهار في نبات شاب الليل. هو معلش يعني يا دكتور، يعني ايه انعدام سياده اصلا؟ انا قلتها. قلت لك ايه؟ قلت لك والله سيبك من كده. قلت لك رقم واحد، لما يكون انا ساعد على غيري. يعني مثلا انا عندي ادي القلمين دول، ده لون قرمزي وده لون ازرق مثلا، فانا هجوزهم لبعض. ثانيه، هو مين السائد؟ اقول لك ده هو السائد.
يعني ايه؟ يعني ده لو شاف ده يتضرب، ده اللي يظهر. يعني خلاص هما لوحديهم اتجوزوا مع بعض. بص كده هجوزهم مع بعض بعد اذنك. ايه ده؟ بص كده متجوزوا الدنيا كده. ياه، طب ده ايه لونه؟ تقول لي والله هما في الاول قبل ما يتجوزوا كانوا كده، كان قرمزي وازرق. طب بص كده ما جوزتهم بقي كده الاتنين في بعض قرمزي ازرق. لا اقولكش قرمزي ازرق. هتقول لي ليه؟ هقول لك مين السائد؟ هتقول لي السائد اللي هو ده، اللي هو الاحمر البامبا او القرمزي ده السائد. اه اذا هو يعتبر ده برضه قرمزي. اه ده كله يعتبر قرمزي هجين. يعني زي مين؟ زي تعالى هنا في الاضاءه الحلوه دي. زي لما كنا بنعمل ار كابيتال ار سمول، اسف ار كابيتال ار كابيتال وار كابيتال ار سمول. تقولي ماشي، جبنا الامشاج ادي ار كابيتال، جبنا الامشاج ادي ار سمول، جوزناهم ادي يا سيدي الف مبروك عقبال اولادك ار كابيتال ار سمول. حلو، ده كان قرمزي ده كان ابيض. طب ده ايه؟ تقولي والله هو مين السائد؟ اقول لك هو السائد بصراحه ده. تقولي خلاص طب ما ده السائد الار كابيتال والار كابيتال هي القرمزي، اذا الشكل ده يعتبر قرمزي. بس ده قرمزي وده قرمزي، ايه الفرق؟ اقول لك اه ما ده كان قرمزي نقي. ده كان قرمزي نقي. طب وده تعالى يا ابني، وده قرمزي هجين. تمام. انا بفصل ليه في الحته دي. دي تعتبر حته اساسيات يعني لازم تكون فاهمها. تمام. بعدين بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك والله تعالى نقرا مع بعض. انعدام السياده. هو ايه انعدام السياده؟ بيقول لك هي حاله وراثيه يتحكم فيها وراثه الصفه فيها ثانيه زوج من الجينات. والله المعلومه مش غريبه، نفس المعلومه اللي انا عندي زوج من الجينات هم اللي بيتحكموا في ظهور الصفه دي. ماشي يلا. يتحكم في زوج من الجينات. الله، شايف الكلام؟ ادي الكلام الصح ولا بلاش؟ لا يسود اي منهم عن الاخر. هما الاتنين زي بعض. انت مش احسن مني، احنا الاتنين زي بعض في الحته دي. يعني ايه؟ من النهارده ما فيش حكومه، احنا الحكومه مش احنا كمان ولا هما. ليه؟ انا وانت زي بعض، ولا انا اسود عليك ولا انت تسود عليا. ماشي. ثانيه، هو في الاول لما كان معانا واحد سائد، والله انا فاكر في الاول السائد كنا نديله حرف الكابيتال. طب والكابيتال الكبير. طب والمتنحي كنا نديله حرف سمول. طب هنا ما حدش هيسود على التاني، يعني هما اتنين زي بعض، يعني هما اتنين ادوهم حرف كابيتال، هما اتنين ياخدوا حرف الكابيتال، ودي ملحوظه مكتوبه قدام. ماشي. حيث يكون لكل جين، خلي بالك من الكلام مش واضح كويس والله هنا. ظهر صفة. لو حد معاه نسخة من الكتاب بس تكون نسخة أحسن شوية في الطبعة بتاعتها يعني، يا ريت يبعتها لي على الخاص ولا حاجة، أو يبعت لي حتى تصوير وخلاص الكائنات. بيقول لك طب ماشي، أنا لما بيحصل عندي إيه في الجيل الأول؟ أقول لك في الجيل الأول بتكون نسبة 100% صفة جديدة، 100% صفة جديدة. وفي الجيل التاني بيقولك النسبة بتكون 1:2:1. ايه 1:2:1 دي؟ اقول لك والله تعالى ناخد مثال. انا مثلا ليه؟ تعالى نكتب المثال مثلا، نشوف حته فاضيه تعالى نكتب هنا. بيقول لك هو ايه مثلا؟ هو عندك هنا مثال بيقول لك فيه ايه؟ بيقول لك اللي هو نبات، اللي هو قصدي اللون مثلا ار كابيتال ار كابيتال. تمام. ده احمر. اتجوز دبليو كابيتال دبليو كابيتال. ثانيه يا دكتور، كابيتال 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 مفيش سمول. ايوه مفيش سمول. ليه؟ مفيش صفه سائده، مفيش حاجه هتسود على التانيه فاقول في سمول. لا هما الاثنين زي بعض، احنا الاثنين زي بعض كابيتال. تمام فهمت. طب ده كابيتال وده كابيتال. طب لما اجي اجوزهم هات لي الامشاج. ادي الامشاج ار كابيتال، هات لي الامشاج دبليو كابيتال. عشان اجوزهم لبعض هتكون ار دبليو. هقول لك ايه بس؟ هقول لك لو ده احمر وده ابيض، عارف ده هيكون ايه؟ ده هيكون قرنفلي. ايه ده؟ يعني مش احمر هجين ولا ابيض، لا ولا فيش هجين ولا نقي، فيش الكلمه دي خلاص. كل سنه وأنت طيب. قرنفلي. يا مش ياه عادي. تمام سهله. طب ثانيه، قرنفلي دي صفه كانت موجوده في الاول؟ لا دي صفه جديده. ثانيه، صفه جديده. طب بنسبه كام في المية ظاهره؟ 100% صح، دي ظاهره بنسبه 100%. اذا دي ظهر، اذا صفة جديدة. طب ثانية، ده الجيل الكام؟ لا والله دي لسه اول اولاد عقبال عندك، ده الجيل الاول. صح. اذا هو بيقول لك ان ايه؟ ان الجيل الاول ده كلامه هو، وانا مش اختبرت كلامه لقيته صح. الجيل الاول 100% صفة جديدة. اه هيفتح لوحده التابلت. في اشباح خلي بالك في المكان.
في حاجة غريبة بتحصل، مؤامرة. المهم بيقولك في الجيل الأول بنسبة 100% صفة جديدة. تمام، خليك بس معايا كده. أنا عاوزك أنت تحضر الحصة بتاعتي تكون فضيلي، يعني حاجة سخنة. أنا عايز أجيب حاجة سخنة والله، بس لو قمت مش هرجع لك تاني، فاديني قاعد. حاجة سخنة، ورقة وقلم، ملخصك، قلمك في إيدك، ميتك جنبك، مصلي فروضك، مصالح بابا وماما، الدنيا هادية معاك. تمام، علشان إيه؟ عشان نفهم براحتنا. طب في الجيل التاني بيقول لك صفة 1 إلى 2 إلى 1. طب تعالى نشوف اللي هيحصل ايه في الجيل التاني. عن اخر حاجة كانت معانا كام؟ عن اخر حاجة ظهرت معانا زي الار كابيتال، الدبليو كابيتال برضه، هما الاتنين كابيتال، دبليو كابيتال ده كان قرنفلي. طب عايزنا كده هنجوزه لمين؟ هنجوزه الار كابيتال دبليو كابيتال. دول ايه؟ دول عبارة عن B2 اللي هما الاب التاني. هات لي الامشاج. اقول لك الامشاج سهلة، هتكون ادي الار كابيتال الدبليو كابيتال زيها ار كابيتال دبليو كابيتال. تقول لي طب ما تجوزهم لي، اقول لك من عينيا. هتقول لي ايه؟ ادي ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال. ثانيه، ار كابيتال ار كابيتال ده كان الاب. ايه ده؟ الاب كان ار كابيتال اللي هو كان احمر. اه ده زي ابوه بالظبط، ده زي الاب. تمام ماشي، يلا ار كابيتال دبليو كابيتال ار كابيتال دبليو كابيتال. تقول لي ما هو ده اللي زي الاب. لا، هو احنا بنتكلم عن الاب الاول خالص، ده الاب التاني B2. واخد بالك؟ تقول لي ار كابيتال دبليو كابيتال. ثانيه، دي الصفه اللي هي الكونفولي، دي الصفه الجديده. صح. يلا كده خلص الار، امسك الدبليو. تقول لي دبليو كابيتال، تقول لي دبليو كابيتال ار كابيتال دبليو كابيتال ار كابيتال. تقول لي ثانيه، هي مش دي، هي دي. بس انا بدلت، يعني الدبليو بقت ار والار هي. طب انا همسحها عايزك واكتبها بالترتيب اللي انا بحبها. ايه الترتيب اللي انت بتحبها؟ اللي هي ار ثم دبليو. تمام، بعدين دبليو كابيتال دبليو كابيتال دبليو كابيتال دبليو كابيتال. ثانية، ده زي الأم اللي كانت أبيض، اللي كانت، أنا فاكر احنا كان عندنا ار كابيتال ار كابيتال دبليو كابيتال دبليو كابيتال. ده زي الأم بالظبط. ده زي الأم فعلا بالظبط. تمام، إذا ده زي الأم. ده زي الأم. تمام يا سيدي. بس مفيش حاجة تاني. لا مفيش حاجة تاني ازاي؟ تعال نشوف بالنسبة. والله يجي يقولك إن أنا عندي 1 زي الأم مثلا أو زي الأب، و2 صفة جديدة. إذا أنا عندي 2 صفة جديدة. 1 تاني زي الأصل زي الأب أظن. 1 تاني ثانية. 1 ل2 ل1. ده في الجيل الكام؟ ده في الجيل التاني. بسرعة على عمو مندل. غلط، احنا قلنا الصفات دي صفات لا مندلية. بسرعة على عمو انعدام السيادة، اسمه كده مالكش دعوة. أما هنا مندل خلاص، هنا مندل بيدوله مندل مش نافع معاهم. ادي الجيل الثاني. صفة أحد الأبوين، صفة جديدة، صفة الفرد الأبوي الآخر. 1 ل2 إلى 1. حلو خالص لحد الآن الكلام سهل جدا. بص احنا حد خدنا ايه الحتة دي بس والله انت كده فهمت الدرس خلاص. انا بقول لك انت كده فهمت الدرس. ماشي. من أمثلة انعدام السيادة. ايه الأمثلة بتاعت انعدام السيادة؟ يقول لك صفة اللون اللي في نبات شاب الليل، ودي قلناها. وفصائل الدم. ابدأ معايا كيف نبات شاب الليل. اسمع كده مفاجأة، انا شرحته لك. ايه ده؟ والله شرحته لك. هو ده الارض ار كابيتال والدبليو كابيتال. بص كده هتلاقي نفس الكلام. تمام. تعال نشرحه تاني. بس انا عايز اشرحه تاني وانا بكتب اللي هو. بص كده اقول لك انا هعمل ايه. هنعمل دي كده، ونمسح دي كده، ونمسح دي كده، ونمسح وندخل بسرعة هنا نجيب المذكرة بتاعتنا. تعالي، فينك نسيب البتاع ده، ندوس زائد كده احسن. تمام، واعمل لي كده هنا حبة. تمام، بص كده معايا. احنا نفتكر الكلام اللي هنقوله وبعد كده بص هنكتب هنا المعادلة وهنكتب هنا المسألة ونقرا الكلام ده ونشوف الكلام ده مطبق عليها ولا لا. يقول لك انا تهجين يمين، تهجين والله الار كابيتال. تمام، ده احمر وانا هرسم لك باللون احمر. مع نبات تاني دبليو كابيتال ده ابيض، بس مش هينفع اكتب لك باللون الابيض فعملت لك باللون الاورنج. تمام،
هات لي كده الجاميتات. يلا انت هات لي الجاميتات، هكتب ايه؟ تمام، هكتب ار كابيتال. طب وهنا دبليو كابيتال. معلش جوزهم لي لبعض كده. والله هجوزهم لك لبعض، يعني هيدوني ار كابيتال دبليو كابيتال. ده الاف واحد، ده الجيل الاولاني، اقول لك صح ده الجيل الاولاني. طب تمام، ده احمر، ده ابيض. طب ده ايه؟ ده قرمزي، قرنفلي، اسف، قرنفلي. تقولي اه صح ده قرنفلي. طب تعالى نقرا كده نشوف ايه الكلام المكتوب هنا. يقول لك والله هنا عند تهجين نبات شاب بالليل ازهاره حمراء. ماشي. طب الازهار حمراء ده، ازهاره حمراء مع نبات شاب بالليل ازهاره بيضاء. ماشي. ينشأ الجيل الأول من النبات القرنفلية بنسبة 100%. طب ما الكلام ده مظبوط ليه؟ بص كده ناحية تانية في الرسمة هنا، الأل كابيتال دبليو كابيتال. في غيرها؟ لا مفيش غيرها. طب هي قرنفلية؟ اه، إذا بنسبة 100% لون قرنفلي. أوكي. بعدين بيقول لك إيه؟ بيقول لك أي تظهر صفة جديدة لا يسود أي من الجينين ار كابيتال ودبليو كابيتال على الآخر. طب ما احنا عارفين الار كابيتال لا تسود على اللي اسمه ده، على الدبليو كابيتال على الاخر. تمام. فظهر لي صفه جديده اللي هي الار كابيتال دبليو كابيتال. طب ده حصل نتيجه ايه؟ تداخل فعل الجينات. تاني نتيجه ايه؟ تداخل فعل الجينات. تداخل فعل الجينات هو ده تداخل فعل الجينات اللي انا بشرح فيه من الصبح. هو دي الفكره بتاعته، تداخل فعل الجينات. ماشي. بل يشتركان معا في اظهار صفه. لا ده هما مش بيسود، يعني مثلا ايه، مش ده احمر وانا ابيض فانا مين فينا هيغلب التاني؟ احمر غلب بس اللي هيطلع احمر. لا ده انا احمر وانت ابيض، احنا الاثنين هنشتغل مع بعض وهندوك صفه جديده خالص، قرمزيه، شكلها قرمزي. اه شكلها كده قرمزي كده، احمر ابيض، لا بقينا قرمزي مع بعض. تمام. تمام. ماشي. بعدين خلي بالك، بص الملحوظه دي ملحوظه مهمه. بيقول لك ايه؟ يرمز لجينات صفات انعدام السياده كلها بحرف كابيتال. طب ليه حرف كابيتال؟ ما احنا قلنا سمول ده معناها متنحي. طب انا متنحي، اذا سمول يعني ايه متنحي؟ يعني في سائد عليا. طب ثانيه، هنا مفيش سائد، ده انت هنا انا زيك، احنا اتنين زي بعض، اذا احنا الاتنين كابيتال. انا ما كنتش سمول، انت ليه؟ تمام. بعدين بيقول لك هنا ايه؟ عند ترك نبات الجيل الاول تلقح نفسها ذاتيا. اه ماشي، ذاتيا وزرع بذورها ينشأ الجيل الثاني من النباتات ذاتها. هو بيقول لك انت لما تسيب النبات اللي طلع معاك اللي هو ار كابيتال دبليو كابيتال يتجوز مع نفسه تاني، تلقح نفسه ذاتي. ايه التلقيح الذاتي ده؟ هشرحه لك دلوقتي. تمام. بعد كده تتجوز نفسها. ماشي. هيطلع لك نسبة الأزهار البيضاء والأزهار القرنفلية والأزهار الحمراء 1:2 يعني واحدة حمراء واحدة بيضة واتنين قرنفلي. تعال نشوف. جينا يا سيدي احنا نشوف على كده. هدي بس كده على جنب. بص بيقول لك ايه، تعالى كده احنا هنمسك هنكمل تحت حبة ونكتب ار كابيتال دبليو كابيتال. هنجوزها لمين؟ لنفسها برضو. ار كابيتال دبليو كابيتال، وأعيدها هنا كده. ار كابيتال دبليو كابيتال. خلي بالك انا كنت بصور لك والكاميرا موجوده قدامي، يعني انا بصور لك بوشي والكاميرا موجوده قدامي، بس حالا الكاميرا فصلت والله. انا بكلمك، يعني انا بكلمك دلوقتي مشغل كاميرتين، كاميرا التابلت واللي بشرح فيها الكلام والكتاب، وكاميرا تانية على وش انا بالظبط، هو انا بتكلم فيها معاك وبقول لك تعالى كده بص معايا وبشرح لك حاجات بايدي. تمام. حتى فاكر لما قلت لك شايف القلمين دول كانوا انا في اول محاضره كنت انا عاملهم كده بالقلم في وشي في الكاميرا، بس الكاميرا قدامي فصلت والله. فايه فمش مهم يعني، كده كده وشي مش هيفرق معاك في حاجه. خليك في الدرس ذات نفسه. ار كابيتال دبليو كابيتال مع ار كابيتال دبليو كابيتال. ماشي. هيحصل ايه؟ والله مش هيحصل حاجه. يلا هات لي بعد اذنك الجميتات، تقول لي الجميتات ادي ار كابيتال دبليو كابيتال لانهم مش زي بعض. ار كابيتال دبليو كابيتال لانهم مش زي بعض، جوزهم لي. تقول لي ماشي ثانيه، ده الجيل الكام؟ ده الجيل التاني، منتظر. ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال ثانيه، هيطلع لك ار كابيتال ار كابيتال.
ماشي. ار كابيتال دبليو كابيتال، ار كابيتال دبليو كابيتال. طب يلا كده، شايف دي اللي هي دبليو كابيتال ار كابيتال، ما هي لو عكسناها فهتكون ايه؟ هتكون برضو زيها كده، هتكون ار كابيتال دبليو كابيتال. ماشي. وبعدين ولا قبلين هناخد اخر واحده كده مع اخر واحده، دي مع دي هتكون ايه؟ هتكون دبليو كابيتال دبليو كابيتال. ثانيه، اثبت مكانك في ايه؟ شايف ده؟ انا شايف ده هو الاب، يعني واحده حمراء. طب ماشي، ثانيه اثبت، شايف ده؟ شايف ده هو اللي كانت البيضه. واحده بيضه. اثبت انا ثابت مفتوح، انت اللي بتتحرك. شايف دول؟ اه دول هم ده اللي هو الكونفوي، اللي هو الصفه الجديده. اذا الاتنين، اذا يعني انت عندك واحد لاتنين لواحد صفة من اصل، اتنين من اصل واتنين جداد. بس واحد لاتنين لواحد، واحدة حمرا واحدة بيضة، واحدة حمرا واحدة بيضة، واتنين في النص هما جداد. ماشي. اذا كلامك يا عم مندل طلع كلام صحيح يا اخي، واحنا اللي كنا ظالمينك. بيقول لك هنا تحت ايه؟ خلي بالك، التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي والكلام ده. تعال طب نفتكر الكلام ده مع بعض، وانت الكلام ده هتاخده بالتفصيل في تالتة ثانوي ان شاء الله، في شابتر التكاثر. امسح كده واطلع معايا من الاول. بيقول لك بص، انا عايز اقول لك على حاجه، بس انا اديني يا سيدي عندي نبات، عندي اسف اللي هو عندي ايه، عندي زهره. تمام، ادي الزهره. في حاجات كتيره، في عندك انت قلم، وعندك يعني مثلا عندك قلم، وعندك حاجه اسمها ايه، عندك حاجه كده، بس الفكره مش عارف ارسم، الدنيا قصيره هنا. ثانيه امسح. المهم يعني سيبك، مش هرسمها عشان مفيش مكان، عشان هي رسمه كبيره حبه. بس انت عندك مثلا حاجه اسمها باتيلات، وعندك حاجه كده تاخدها. المهم في الاخر خلاص عندك حاجه كده اسمها ميسم. تمام. وحاجه كده اسمها موتوك. موتوك. الموتوك ده بيعمل ايه؟ الموتوك ده عامل زي الخصيه بس في الانسان. هي خصيه بتعمل ايه؟ اقول لك ان الخصيه بتديني حيوان منوي. اقول لك صح والله، الخصيه بتديني حيوان منوي. طب ماشي. طب دي بتديني ايه؟ دي عامله زي دي عضو مذكر، دي بتديني حبه اللقاح. زي دي بتديني حبه لقاح يا سيدي. يقول لك حبه اللقاح دي لو راحت للميسم فهي هتخصبه. طب ثانيه، اي ميسم؟ يقول لك والله حبه اللقاح اللي طالعه من الزهره دي لو راح للميسم بتاع نفس الزهرة دي، اللي هو الميسم ده بتاع نفس الزهرة دي، اسمه تلقيح. طب تلقيح ايه؟ اسمه تلقيح ذاتي. اه طب لا، هي ادي حبة اللقاح طلعت ومع الهوا كده طارت وراحت زهرة تانية خالص. زهرة تانية خالص، اي اسمه تلقيح ايه؟ اسمه تلقيح خلطي. تمام، كلام زي الفل. يقول لك انت عارف، خد معلومة كده عندك. في نبات في متك فاسمها زهرة أنثى، وفي زهرة فيها آسف، المتك ده عضو تذكير. زهرة فيها متك إذا دي زهرة ذكر. تمام. وزهرة فيها بويضة إذا دي زهرة، أو مبيض، ما صح، مبيض بيطلع بويضات، زهرة أنثى. في بقى زهرة فيها الاتنين، شوف سبحان الله، زهرة ذكر وأنثى مع بعض. طب ذكر وأنثى مع بعض ده اسمه إيه؟ ده اسمه نوع اسمه خنثى. تمام. امسح كده الكل، مسحنا الكل، اعمل كده تصغر براحتك. تمام. تعال نقرا الكلام من هنا، نخلي دي على جنب كده لو هنعوزها. بيقول لك ايه بقى؟ احنا كنا قلنا الكلام ده صح ولا كلام مظبوط. يقول لك بص كده، التلقيح الذاتي هو انتقال حبوب اللقاح، ماشي، من متك الزهرة إلى ميسم نفس الزهرة، ركز في كلمة نفس، أو ميسم زهرة أخرى على نفس النبات. ثانية، ازاي؟ انت عندك النبات بيكون كده مثلا، مش انت عندك النبات لو كده بيكون فيها كذا حاجة، بيكون فيهم كتير، بيكون فيهم زهور كتير خالص، صح. وكان ده اسمه نبات. فلو هي هنا مثلا راحت هي هنا، والله راحت لنفسها هنا، تمام، تلقيح ذاتي. طب هي هنا راحت زهرة على نفس النبات هنا، تمام، تلقيح ذاتي. انا كأني راسم ورق بس مالكش دعوة بالورق والكلام ده، يعني خد الفكرة.
طب ده التلقيح الذاتي. اذا التلقيح الذاتي فيه كام كلمة؟ هو انتقال حبوب اللقاح من متك الزهرة لميسم نفس الزهرة او لزهرة اخرى على نفس النبات، فيها نفس يعني. طب التلقيح الخلطي ده عبارة عن انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة لميسم زهرة اخرى على نبات اخر، بس من نفس النوع طبعا. اه، ما عارفين اكيد من نفس النوع. تمام. ثانية، الخلط عبارة عن ايه؟ حبوب اللقاح تنتقل من متك زهرة إلى ميسم زهرة أخرى على نبات آخر لكن من نفس النوع. وده كان بيفتكر يعني، أنا الحتة دي كلها شرحتهاش عشان أفهمك كلمة تلقيح ذاتي وتلقيح خلطي، وهي حتة فيها استفاضة، أنا طبعا مشرحتهاش كمان باستفاضة عشان خاطر ما اضغطش عليك. تمام يا سيدي. ماشي. احنا الفيديو ده إن شاء الله هنقف فيه لحد فين؟ لحد فصائل الدم. طب والواجب بتاعك هيكون اسئله اختبر نفسك، لان لسه واجب الدرس كله هتحله بعد ما نخلص فصائل الدم. فاحنا هتقف لحد فصائل الدم وانت هتاخد الواجب اختبر نفسك، يعني الصفحتين الجايين دول خلي بالك احنا شرحناهم الصفحتين الجايين. يقول لك يمكن التعبير وراثيا ذلك عن ذلك لجيلين متتاليين كالتالي. ازاي نعملها يا ترى الرسمه دي اللي احنا عملناها مرتين ثلاثه لحد الان؟ هو بيعمل لك في الكتاب، تعال نقرا الكلام اللي هو عامله. يقول لك نبات شاب الليل اللي لونه احمر مع نبات شاب الليل اللي لونه ابيض. تمام، او ازهاره حمراء او ازهاره بيضاء يعني. ادي ار كابيتال ار كابيتال دبليو كابيتال دبليو كابيتال. هات لي الجاميتات، تقول لي بس كده اقول لك من عينيا. الجاميتات هنا ار كابيتال هنا دبليو كابيتال، انهم زي بعض. طب جوزهم لي، هتكون ار كابيتال دبليو كابيتال. ثانيه، دي احمر وده ابيض، اذا دي صفه جديده خالص اللي هي صفه اللون القرمزي. صفه اللون القرمزي. تمام. طب قرمزي فيه غيره؟ لا مفيش غيره، اذا بنسبه 100%. اسف مش قرمزي، قرنفلي، مش عارف ليه معلقه معايا. لون يا شباب عشان محدش كورون. كمان الخط يعني اكسر التابلت ولا اعمل ايه؟ لون قرنفلي مش قرمزي، انا بس مش عارف ليه بغلط اقول قرمزي، معلقه معايا كده يلا. فهو 100% نبات قرنفلي الازهار. تمام يا سيدي. شايف بقى الاركابيتال ده كان في الجيل الاول صح؟ صح طبعا ده في الجيل الاول. يلا كده هات يلا بينا انتوا تقولي نبات. همسك دي هجوزها مرتين نفسها. قرنفلي شاب الليل، هجوز النبات شاب الليل قرنفلي. هيديني ايه؟ هيديني والله في الجاميتات هيديني. بعد هات كده الجاميتات هتقولي ان دول مش زي بعض، فانا هقسمهم نصين كده، فهتكون ار كابيتال دبليو كابيتال. دول مش زي بعض فهقسمهم نصين، ار كابيتال دبليو كابيتال. يلا جوزهم لي بعد اذنك. اقول لك سهله. ايه اللي سهله؟ تقول لي ار كابيتال مع ار كابيتال هتديني ار كابيتال ار كابيتال. تمام. طب ار كابيتال مع دبليو كابيتال هتديني ار كابيتال دبليو كابيتال. تمام. طب يلا اللي بعده ار كابيتال دي بس مع الدبليو دي هتديني ار كابيتال دبليو كابيتال. طب يفضل معايا مين؟ الدبليو والدبليو هيديني الدبليو دي. سهله خالص. ثانيه، طب ده طرز ايه؟ ده طرز جيني. ليش؟ دي جينات ودي ايه؟ دي ازواج من الجينات. يقول لك بص كده النسبه معايا، النسبه معايا ابيض واحده، ازهر قرنفلية 2، ازهار حمراء واحدة. طب بالنسبة للارقام الى كام في المية؟ تقول لك هم مش دول كلهم 4؟ تقول لي دول كلهم 4. طب لما دول كلهم 4 كام واحدة بيضة؟ اقول لك واحدة من اصل 4 يعني ربع، يعني كام؟ يعني 25%. تقول لي صح. اقول لك هم مش دول كلهم 4؟ تقول لي ايوه دول كلهم 4. طب كام واحدة قرنفلية؟ تقول لي 1 2. 2 يا دكتور، 2 من اصل 4 يعني 2 على 4 فيها كام؟ ادي 1 ادي 2 فيها النص. اذا النص اللي هو كام؟ 50%. اقول لك هم دول كلهم كام؟ تقول لي دول كلهم 4. اقول لك طب ماشي 4. طب كام واحدة حمراء؟ تقول لي واحدة بس، يعني 1 على 4 يعني ربع زي اختها البيض. 25%. نسبة في الجيل التاني. كلام تافه والله كلام تافه، بس انت ركز معايا. طب ماشي، احنا خدناها مرة في الورد. لو جات لك يا عمي في الورد، جات لك في الفراخ، يعني دي هتبوظ ولا هتبوظ ولا حاجة، نفس الكلام نفس الفكرة خلاص. والفراخ حاليا احنا في زمن يعني دي احترام. تمام. في احدى سلالات الدجاج الاندلسي كمان، شوف يعني مش اي دجاج، ده دجاج كمان يعني. وهتقول لي ايه ولا ايه؟ دجاج اندلسي. حادث تلقيح بين ديك اسود يا سيدي. ديك اسود، اسود ايه؟ اسود الريش يعني. تمام. زي اللي هو ده
بي كابيتال اسود، اللي هي اسود اللي هي بلاك، فاخدوا بي كابيتال بي كابيتال. تقول لي دجاجة بيضاء، عرفتها يا دكتور ايه دجاجة بيضاء؟ اكيد بي سمول بي سمول. اقول لك مش عارف، انت الدجاجة شخصيا بعد ما عملت كده انت الدجاجة. تمام. امال ايه؟ اقول لك دي صفات لا مندلية، صفات لا مندل. طب انا يا دكتور نعم انا هوقعك. انا ايه خليك هسألك سؤال وهكسفك فيه. لا ما تسألنيش، لا هسألك. طب اسألني كده. تقول لي انت بتقول لا مندل لا مندل لا مندل لا مندل، انت عرفت منين هو لا مندل؟ مش تكمل السؤال، مش ممكن يطلع صفات مندل وهنا بي سمول بي سمول وفي الاخر انت اللي ما تعرفش حاجه. لك بعيد عن اسلوبك الغريب ده، بس تعال نشوف يا سيدي. هو كده له دجاجه بيضاء دجاجه بيضاء، دبليو كابيتال دبليو كابيتال، ماشي. فنتج جيلا كله ازرق. امسك، انا بجوز حاجه سوداء لحاجه بيضاء، يديني حاجه زرقاء وكلها 100% ازرق، وقال لك كله. هو قاليش ان هو ده لا مندلية، يعني ما قاليش ان ده تكامل فالجينات او تداخل فالجينات، وكان قال لي ان ده كله ازرق. طلع طب وده اصلا مش هيطلع ازرق، هيطلع ليه ازرق لو هو المندل؟ لو هو مندل تعرف هيطلع ايه؟ لو هو مندل هيطلع مثلا لو الاسود هو السائد هيطلع اسود هجين او ابيض هجين او مش عارف ايه. اما هنا مفيش هجين مفيش نقي. اذا ده صفات لا مندلية. تمام. اللي هي مين؟ اللي هي بي دبليو بي كابيتال دبليو كابيتال. بعدين سابوا ديوك الجيل الأول تلقح دجاجات نفس الجيل، يعني سابوا الجماعة بي كابيتال دبليو كابيتال يتجوزوا مرة تانية. حدد نسبة ظهور اللون الأزرق بين الأفراد الجيل الناتج. تعال نشوف يا سيدي، هو حللها لك وهي سهلة. طب ما تيجي نحلها مع بعض. ماشي والله أنا عندي بص هنا. طب ما تعال هنا، أنا عندي بي كابيتال أسود، جوزته مين؟ جوزته والله الأبيض، دبليو كابيتال دبليو كابيتال، صغر الخط عشان المكان يكفي. دبليو كابيتال دبليو كابيتال. يعني ناخد الجنبات هنا بي كابيتال وهنا دبليو كابيتال، جوزهم لي بي دبليو. ثانية ده ايه اللي حصل؟ اقول لك ان ده كان اسود وده كان ابيض. طب وده ايه؟ ده من لونه. تعالوا الى هنا ايها الله، ده كان ابيض. تمام. تقول لي طب ايه تاني؟ اقول لك ولا تاني ولا تالت يعني. تعالي كده حتى الاخضر كبير، اقول لك ان ده لونه ازرق. تقول لي ده لونه ازرق. طب ده الجيل الكام؟ ده الجيل الاول. بعدين كده هات الجيل التاني. تمام. بص يا سيدي الجيل التاني اللي هو هيكون هيبدأ برقم 1 ب2. ب2 اللي هو ايه؟ اللي هو هنجوز دول لبعض، اللي هم بي كابيتال دبليو كابيتال. تقول لي بي كابيتال دبليو كابيتال، هنجوزها البي كابيتال دبليو كابيتال. هتجيب بعد ذلك الجاميتات دول مش زي بعض، اذا الجاميتات بي كابيتال دبليو كابيتال هنجوزهم بي كابيتال. معايا دبليو كابيتال. هو كان مش بيتكلم معايا، انا صوتي تعب والله. انت مش بتتكلم تساعدني شويه. هيديني ايه؟ قد كده لما هتديني والله بي كابيتال بي كابيتال بي كابيتال دبليو كابيتال. ايه ده زيها تمام. بعدين بي كابيتال دبليو كابيتال، بعدين دبليو كابيتال دبليو كابيتال. تمام. اقول لك قصدك هات نسبة الجيل الازرق. تقول لي هنا والله ازرق بنسبة 100%. ازرق نسبة كام؟ 100%. خلي ما اسمعش، اسمع تاني. 100%. انت هتجيبها في الثانوية العامة ان شاء الله، صدقني. تمام. ممكن ليه لا؟ اللي هو انا. طب ماشي. طب هنا ازرق بنسبة كام؟ تقول لي هم دول كام واحدة؟ اقول لك دول والله كلهم 4. طب دي ايه؟ لا دي زي اللي فوق دي ابيض. دي ابيض. اذا الابيض هو 25% مش معانا. ودي ايه؟ دي كابيتال. دي كابيتال. لا دي احمر، دي مش معانا. دي اسود، اسف مش معانا. طب دي كابيتال دبليو كابيتال. دي كابيتال دي كابيتال. دي ازرق. ازرق ده اللي هو ايه؟ ازرق ده اللي هو معانا، ده اللي هو ازرق. كام واحدة يعني؟ 2. اصل كام؟ 2 ناقص 4 يعني كام؟ يعني نص. يعني كام؟ يعني 50%. لون ازرق. تمام. بس كده بس كده. تعال نشوف الكلام المكتوب. شايف فراخ. بص رفع راسها ازاي، اللي هو يعني ايه ده ايه العزة والكرامة اللي انت فيها دي؟ يخرب بيتك او يخرب بيتك. تمام. بص دي
برضه نفس العزة والقاع مش مكسوفة، لا نفس العزة والقاع. تمام. يقول لك ان ادي بي كابيتال بي كابيتال بي كابيتال دبليو كابيتال دبليو كابيتال. هات لي الجاميتات ان بي كابيتال دبليو كابيتال، جوزهم لي لبعض هيداني ازرق. يا بي كابيتال دبليو كابيتال 100% ازرق. جبنا المعلومة الأولى، جبنا المعلومة الثانية واحنا جايبينها. الازرق بي كابيتال دبليو كابيتال مع الازرق بي كابيتال دبليو كابيتال، فاداني والله اداني ايه؟ اداني بي. هات لي الجاميتات بي كابيتال دبليو كابيتال عشان مختلفين. بي كابيتال دبليو كابيتال جوزهم لبعض هيديني رقم واحد بي كابيتال. بي كابيتال ده اسود، واخر حاجة دبليو كابيتال دبليو كابيتال ده ابيض، في النص هيديني بي كابيتال دبليو كابيتال. بي كابيتال دبليو كابيتال هيديني اتنين، ده ازرق. تمام. طب نسبة كام؟ النسبة ولا تقول لي ده 25%، واحدة بس من أصل 4 25%، دي واحدة من أصل 4 يعني ربع 25%، دي اتنين من أصل 4 يعني نص يعني 50%. فإذا نسبة الأزرق هنا 50%. تمام. حاجة شوف يديك هنا بيقول لك يتضح. إيه يتضح دي؟ يعني كم معلومة هو استنتجها. مما سبق أنه في حالة انعدام السيادة توجد ثلاث طرز مظهرية تقابل الثلاث طرز جينية الأفراد. ثانية بعدين انك تطلع لي كده طرز الجيني كام واحد؟ هتقول لي دول 4. اقول لك لا مش 4. ليه مش 4؟ اقول لك والله بص كده، اصلا ده بي كابيتال بي كابيتال ادي واحد. طب ماشي، وده دبليو كابيتال دبليو كابيتال ادي اتنين. تقول لي طب وده بي كابيتال دبليو كابيتال تلاتة، وده بي كابيتال بس ده زيه صح؟ دول زي بعض فكأنهم تلات طرز جينية. تلاتة اصلا انت عندك كام طرز جيني اللي هو فيه جينات؟ تلاتة عشان دول زي بعض. احسبوا. عارف عاملين ايه؟ زي اتنين اخوات التوأم لما نروح عند مستر، ففي الاغلب المستر بيعملوا في معاملة فرد واحد، بيدفعوا لما حصة واحدة. ليه؟ ان هما اتنين زي بعض مفيش اختلاف. تمام. اذا دول يعتبر بي كابيتال دبليو كابيتال ازرق. اذا انت عندك كام طرز جيني؟ واحد اسود واحد ابيض واتنين ازرق بس زي بعض فنعملهم معاملة واحدة فكأنهم واحد برضو. اذا انت عندك تلاتة طرز جيني. يلا كده هات لي طرز المظهري. معلش هو ايه الطرز المظهري؟ الطرز المظهري انت بتشوفه بعينك. انت لما تبص في الورده، انت هتمسك كده الورده هتلاقي فيها بي كابيتال ودبليو كابيتال؟ لا، هتلاقي فيها يا اما بيضه يا اما زرقاء يا اما مش عارف. طب دي فرخه هتلاقيها والله يا اما سودا يا اما زرقاء يا اما بيضه، والاثنين دول زي بعض. اه اذا كان طرز مظهري اقول لك والله ان الطرز المظهري، تعالى كده احنا كنا كاتبين فين؟ كنا كاتبين هنا. اقول لك انت عندك تلاتة طرز جيني. تمام. وعندك ال الطرز المظهري انت بتشوفه بعينك تلاتة، يا اما ابيض يا اما اسود يا اما ازرق. انت عندك تلاتة طرز مظهري. بس هو لاحظ كده وانا قلت وانا اكدت له الملحوظه. عندك حق. بيقول لك ايه؟ نجد توجد ثلاث طرز مظهريه تقابل ثلاث طرز جينيه. شكرا يا سيدي على المعلومه. الطرز المظهري يدل على طرز الجيني صح، لان كل طرز مظهري يعني ايه طرز مظهري يدل على طرز الجيني؟ يعني انا لو قلت لك اسود هتيجي تقول لي ايه؟ قلت لك اسود سكت، انت هتيجي تقول لي بي كابيتال بي كابيتال، اقول لك ايه ده يا ابني اللي جاي فيها ازاي؟ تقول لي ما يا دكتور ده طرز مظهري انا شايفه بعينيا، بس انا عارف ان الاسود بلاك بي كابيتال بي كابيتال، ده الطرز المظهري يدل على الطرز الجيني. اقول لك صح. جيت قلت لك طب انا ابيض، تقول لي بس كده ابيض دبليو كابيتال دبليو كابيتال. ايه ده عرفتها منين؟ عشان انا عارف الطرز المظهري، الطرز المظهري يدل على الطرز الجيني. وجيت قلت لك ازرق، تقول لي ازرق ده بي كابيتال دبليو كابيتال. اقول لك صح. طب ليه؟ لان كل طرز مظهري ليه طرز جيني، يعني ما ينفعش اكتب بي كابيتال بي كابيتال واقول عليها مثلا اللي هي بتاعت الابيض هي لا اسود، اذا ثابته بالاسود. اذا كل طرز مظهري ليه طرز جيني واحد بس. وده خلي بالك ان النسبه بتاعت عمو مندل كانت بتكون ايه؟ كانت بتكون 3-1، مش من حيث سياده تامه. يعني ايه؟ تحولت اللي هي اتحولت من 3-1 ل2 ل1 ل2 ل1. ايه 1 2 1 احنا شفناها فوق اللي واحد زي الاب واحد زي الام واثنين صفه جديده. طب نسبة عمو مندي اللي هي من 3-1 اسمها نسبة السيادة التامة. في سيادة وتامة، الحكومة مسيطرة. طب هنا نسبة هنا انعدام السيادة، هنا مفيش سيادة خالص، ان هي من 1-2-1. طب وده ايه؟ طب 1-2-1 ده معانا؟ لا ده مفيش سيادة. يعني ايه مفيش سيادة؟ ده لا يتفق مع قانون عمو مندي، مش كده سموها قوانين لا منديلية، اللي هو ليها علاقة بالتداخل فاعل. اكتب هادي يا ابني اكتب هادي يا ابني فاعل الجينات. والله انا مكملها. خلاص انتهى. تمام
خلصنا خلاص الحمد لله. فاضل خلاص نص الدرس. انت فاضل انك فصائل الدم، بس فصائل الدم كمان كبيره فمش هينفع اخدها، كبيره خالص. تمام بس هتنزل لك ان شاء الله الاسبوع ده. تمام فصائل الدم وعامل الريزرز كمان هتجهز، عامل الريسوس او ده اسمه عامل يعني ايه، عامل ريسوس، وده حلو جدا. ده انا هعمل لكم ايه ان شاء الله، هشرحها لكم زي ما عندكم في الكتاب. هفتح الكتاب كتب الفسيولوجي، سواء كتب اللي في الطب او كتب الفسيولوجي الطبيه عامه. هفتح لك حته العمل الريزوس ونقراها مع بعض بالانجلش. عارف خليك تفهمها، هقراها لك عادي وتلاقي نفسك فهمتها بسهوله. ليه؟ لان انت لو فاهم الكلام ده بالعربي هتفهمه بالانجلش. او لا مش بالانجلش، هو ميديكال يعني، او ميديكال ترمينولوجي معنى اصح، مصطلح طبي وكده. بس هتلاقي نفسك فهمت الافكار. يا انا هفهم الكلام بتاع الكليه هتشوف، بس يعني ركز معايا. تمام فانت هتحل ايه الواجب بتاعك يا سيدي؟ هو اختبر نفسك على الدرس الاول. خلاص نختم الختام بتاعنا اللي متعودين عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.